يقول محمود درويش: نحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا. فعندما تنجح أمريكا ومع أختها اللقيطة إسرائيل في استباحة العالم من خلال سياسات البلطجة والتسلط والغطرسة بحق دول العالم قاطبة، ويرتكبون جرائم الإبادة بحق البشر والحجر وبحق القوانين الدولية وبشرعة الأمم المتحدة، ويصادرون دور مجلس الأمن الدولي ويعطلونه، ويخضعون دول العالم لإرادتهم، كما يقومون بالعدوان على الدول فيقتلون الرؤساء وقياداتها السياسية، ويخطفون رئيس دولة من هنا ويهددون رؤساء دول أخرى من هناك، ويقتطعون كما يشاءون مساحات من تلك الدول، أو يلوحون بوضع اليد على جزر تعود إليها، كل ذلك بهدف إخضاع هذه الدول لمشاريعهم وهيمنتهم وسيطرتهم. أمريكا قامت بالعدوان على إيران لمساعدة إسرائيل في تحقيق مشروع إسرائيل الكبرى، والذي يندرج هذا المشروع في إطار مشروع الشرق الأوسط الجديد الذي يريده ترامب، بهدف طبعا الهيمنة على دول العالم والدول النفطية وعلى الممرات التجارية البحرية، وسرقة مقدرات تلك الدول الطبيعية ضمن سياق خطة الهيمنة على دول العالم اقتصاديا وسياسيا وعسكريا. لو أن قانون نورنبرغ لازال موجودا لكان ترامب ومعه نتنياهو حكم عليهما بالإعدام لارتكابهما كل تلك المجازر بحق كل المدنيين في غزة ولبنان وسوريا والعراق واليمن وإيران. لذلك نعلنها على الملأ أنهم لن يتمكنوا من إطفاء جذوة الإرادة، فالصمود يقف سدا منيعا لا ينفذ ولا ينكسر، والمعادلة انقلبت. من يظن أن التفوق حتمي في السيطرة والهيمنة يجد نفسه اليوم في ميزان يختل كل ما طال أمد المواجهة والصمود.